باذن الله. وفعلا الناس اللي بتحط الافتراضات دي وبتظبط اركان حياتها بتتظبط بسرعه. يعني ايه رايك في تفاعل الشباب معاك؟ تفاعل عالي جدا، مش بس الشباب، الناس متفاعله، ويمكن عدد الحضور بيبقى بنات اكتر، لان بيقولوا ان البنات دي هي عندها اكتر الاحتياج لضبط حياتها اكتر من الراجل. فبالتالي انا بشكر برضو السيدات اللي حضروا، وبشكر البنات، بشكر الرجاله اللي يعني جم حضروا واللي نورونا باستمرار. والحمد لله الناس متجاوبه جدا مع افكارنا، والحمد لله الناس بتطبق وربنا يكرم. طب ايه الجديد بقى في اعمال محمد زكريا؟ الجديد انا عندي كتاب ان شاء الله احتمال كبير ينزل الشهر الجاي، اسمه 060، بيتكلم على خواطر لها علاقه بالتنميه البشريه. انا عملت كتابين قبل كده، قانون الجذب ونجاح وقانون الجذب. الكتاب الجاي ان شاء الله يبقى اسمه 060، ده اللي نازل قريب باذن الله. وبعده هكتب روايه اسمها ديجافو، بس لسه الاسم ده مؤقت. ده اللي جاي باذن الله، وبس. وتعلم اللغات. جميل ان انت نقلت لنا رحله فرنسا. انت خلاص قررت ان انت هتبقى بين فرنسا ومصر؟ انا خلاص استقريت الحمد لله في فرنسا، بس برجع مصر مرتين في السنه عشان ادي محاضرات هنا في القاهره. بس بحاول برضو يبقى في محافظات باذن الله، يعني ان شاء الله في شهر 2 غالبا هنبقى في اسكندريه والمنصوره باذن الله، نعمل محاضرات هناك ان شاء الله. فهو يعني هيبقى الانتقال ما بين فرنسا ومصر والمغرب. طب عايزين بقى يعني كلمه لكل المتابعين على السوشيال ميديا. كل الناس انا دايما بقول ان النجاح سهل، يعني حتى لو انت شايفه صعب فانت مصعب الدنيا على نفسك. الجذب سهل، اي حاجه انت عايزها هي موجوده، انت مش هتجذبها، هي موجوده بس انت هتكتشفها. فبالتالي الدنيا سهله، ما تصعبهاش على نفسك بس. شكرا يا استاذ. الله يكرمك.